السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا النهارده جايلكم فيديو جديد، ولكن احنا كل يوم بنحط الفطار للفراخ بتاعتنا. المرة دي بقى عايزين نحط العشاء للكتاكيت الحمراء بتاعتنا دي. فطبعا انا عايزه اعمل لهم وجبه تكون دسمه حلوه قوي، تغذيهم وتخليهم يكبروا معايا بسرعه، يبقى يومهم بيومين. فهنا انا قررت ان انا اعمل لهم ايه. انا في الصبح طبعا حطيت لهم وجبه الفطار بتاعتهم، اللي هي عباره عن ايه: العلف، عليه بشرت عليه بصله، عليه عصرتين ليمون، عليه الكركم، وحطيت في الميه عصره ليمون. ده الفطار بتاعهم. جيت بقى في العشاء قلت بقى ما هعمل لهم ايه. انا معلش الحته دي انا صورت جزء كده منها فاتمسح، بس انا هقول لكم ايه اللي انا عاملاه لهم هنا. هو انا جبت الصينيه ديت وحطيت فيها نص رغيف عيش بليته، وحطيت عليه شويه عسل، وحطيت عليه كركم، وحطيت عليه العلف، ومسكته كله فرولته في قلب بعضه. وطبعا بحط عسل، حطيت شويه عسل حلوين يعني، ما حطيتش حبه قليلين. قلت علشان العسل اصلا بيخليهم يقبلوا على الاكل اكتر، فالاكل بيبقى مسكر بياكلوا اكتر. زي ما انتم شايفين كده الاكل هتلاقوه لونه بني. طبعا ما ينفعش احط رده قبل 15 يوم، لان الرده لو حطيتها قبل 15 يوم هتخلي الكتكوت معاكي وزنه ينزل وما يكبرش. لكن هنا انا حطيت عسل، وزي ما انتم شايفين بصوا الاكل عامل ازاي. الاكل كله عسل، وكله بصله خفيفه بسيطه كده مش كبيره، والعلف بتاعنا. وحطيت شويه نص كوبايه دي شيشه متوسطه. وهنا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله الوجبه عجباهم قوي، وكلهم بصوا واقفين في الصينيه كلهم بياكلوا. يعني هتلاقوا عند الميه تقريبا ما فيش ولا كتكوت واقف عند الميه بيشرب، كله هتلاقيه بصوا بياكل ازاي. طبعا انا من قبلها بساعه مجوعاهم علشان لما احط الوجبه دي ان هم ياكلوها. هنا بصوا انا بوريكم ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الجناح بتاعهم بدأ يريش اهوت، وبدأ الريش الاصفر التاني يطير، وبدأ يطلع مكانه الريش الاساسي بقى بتاع اللي هتبقى ان شاء الله فرخه. ودولت عمرهم 4 ايام زي ما انتم شايفين. وزنهم ما شاء الله تمام مظبوط. ما هو ما فيش فيهم حاجه صغيره قوي او حاجه مثلا كشه او حاجه واقفه في مكانها، لا كلهم ما شاء الله بياكلوا. والوجبه ديت جربيها مش هتندمي ان انت لو جربتيها. ما تقوليش لسه طيور لسه بقالها 3 4 ايام، لا احنا بنحط لهم وجبتين. وجبه بحط لهم فيها العلف الاساسي بتاعهم والاكل بتاعهم عادي، ولازم وجبه تانية بقوي بيها العلف، بزود من كفاءته، وبزود من كفاءة الطير ان هو ياكل كويس ويشرب كويس وجسمه يملى. فبأكله وجبة طول النهار وبأكله وجبة طول الليل. طبعا انا هنا بحط لهم الوجبة دي انا مكترة فيها وحطها لهم في صينية كبيرة عشان كلهم ياكلوا طول الليل، يفضلوا ياكلوا فيها، علشان يبقى اليوم بتاع الطيور اليوم بيومين، فما ياخدوش معاكي وقت كبير في ان هم يكبروا. وفي نفس الوقت لما انا زودت الكلام دوت على العلف، انا طبعا توفير في العلف، لان العلف دلوقتي بقى ب31 ونص. انا سامعه ان هو بيرخص، بس معرفش هو ليه غالي كده يعني. سامعه ان المواد اللي بيعملوا بيها العلف يعني بقت نزلت سعرها نزل، بس معرفش العلف رفع ليه بقى ب31 ونص اللي هو البادئ 23%. فاحنا طبعا بندور على التوفير مع بعض. فانا حطيت برضو نفس العلف وحطيت معاه دي شيشه. طبعا مش طول اليوم حطيت شيشه، لا انا حطيت بس وجبه العشاء بس، وحطيت حاجات تعتبر بسيطه قوي يعني مش كتير. وبرضو حطيت العلف وحطيت عيش وملت لهم الصينيه زي ما انتوا شفتوا كده، وحطيت لهم العسل الاساسي للفراخ الحمراء. طبعا كترت العسل شويه زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. يعني انا من ساعه ما جبتهم اول مره اشوفهم بياكلوا بالشكل دوت، يعني كلهم ما شاء الله بياكلوا. غير يعني ما بس انا بحط العلف فشويه بياكلوا وشويه بيركنوا كده، لا هم كلهم ما شاء الله زي ما انتوا شايفين واقفين في الصينيه كله بياكل. وطبعا الميه بتاعتنا انا ما ضفتش عليها حاجه دلوقتي غير الفيتامين اللي هو اللي انا جايبه لهم اللي انا وريته لكم امبارح. حطيت على الميه فيتامين والوجبه بتاعتهم ديت. طبعا ياكلوا فيها مثلا 10 ساعات لحد الصبح. يعني مثلا حطاهم حوالي الساعة 10 ونص دلوقتي، ممكن على ما اجي احط لهم الاكل تبقى الساعة الصبح الساعة 10 ونص برضو او 10. فيعني ياكلوا فيها 10 12 ساعة كده. هي طبعا وجبة حلوة مفيهاش اي حاجة خالص زي ما انتوا شايفين. وما شاء الله كده بقى نقول لهم تصبحوا على خير،
واترككم في رعاية الله. وطبعا ما تنسيش وانتي مربيه كتاكيت زي كده، حتى لو الجو محرر تغطي العشه وتسيبي جزء بسيط كمان فاس هوا ليهم، ما تكتميهاش خالص. لان طبعا انتي اي حاطه لمبه، فاللمبه طبعا اللمبه بتبقى مدفيه العشه.